اللي مش هيتابع الفيديو ده للآخر هيفوته كتير قوي قوي قوي. مساء الفل والهنا عليكم. انا نور ودي قناتي، واتمنى تدعموني بلايك حلو وكومنت. وتعالوا النهارده نشوف هنعمل ايه. هنعمل صينيه، بس صينيه ايه؟ تحفه، زي صواني حضرموت كده اللي بنقدموها لنا وبتبقى بمبالغ وهميه. النهارده هنعمل شويه حاجات كده حلوه، بس صدقوني هتفرق جدا مع ولادك وجوزك، وهتفرحهم وهتحسسك ان انت جايبه لهم اكل من بره من غير رغي كتير. يلا بينا نشوف. انا هنا ضربت نص كيلو طماطم في الكبه او بشوريه او قطعيه صغير، وضربت وفرمت 3 بصلات، وفرمت واحدة شبت وبقدونس وكزبرة مع عودين نعناع، قطعتهم رفيع رفيع رفيع، ونزلت بكوبايتين رز، ونزلت بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل ونعناع ناشف وشوية من الزيت فقط لا غير. بعد كده يا ست الكل رحت جايبه الورق العنب بتاعي اللي كان في الفريزر، وديكي زي ما انت شايفه انا بحشيه ازاي. كلنا بنعرف نحشي ورق العنب، بس الفيديو ده فيه تركايه النهارده هتغير لك طعم ورق العنب، تخليهولك في حته تانية كده هتبقى سهلة. اللي ما جربش يحط بطاطا في الورق العنب من تحت هي والبرتقال فاتوا كتير. انا هنا قطعت بصلايه وطماطمايه وفلفلايه وبطاطايه، ومفيش جزر بصراحه ما كانش عندي، وليمون وشرايح برتقال. صدقوني هتخليلكوا الورق العنب في حته تانية خالص. زي ما انتوا شايفين الحلاوه. هجيب بقى الكوسه والفلفل بتوعي، بدل ما اقفل بطبق بقى عندي شويه خلطه، رحت نازله بشويه كوسه وفلفل كده، دول اللي ايه هيحكمولي المحشي عشان ما يطلعش لفوق ويزيد. صفيت الميه بتاعت المحشي اللي بقيت معايا زي ما انتوا شايفين. هنزل هنا باربع فصوص توم مفرومين، وهنا بقى الدلع والشغل كله. 4 فصوص توم مفرومين، وهنزل بنص برتقانايه معصوره، وهنزل بليمونتين معصورين. امشي على المقادير مظبوطه، وامشي على الوصفه دي مظبوطه، هتاكلي احلى ورق عنب جوسي ومزز وطعمه تحفه 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 تحفه. انا هنا عصرت ليمونتين، مش هنحط توابل كتير، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. هنزل هنا بمعلقتين كبار من الزيت، يا سلام بقى لو عندك زيت زيتون، وادي الملح والفلفل، وهنزل بمعلقه صغيره من السكر، وبمعلقه كبيره من دبس الرمان. جربوا التركايه دي وادعولي. هنا نزلت بكوبايه من الميه السخنه، كنت مشغله الكتل، واقلب قلب 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 قلب، ويلا بينا هسقي الخليط بتاعي ده التوم مش رز يا جماعه. صدقوني الخلطه دي تحفه تحفه لمحشي ورق العنب بالزيت. وهروح احطه على نار عاليه، واول ما يغلي هوطي عليه. هنا بقى عندي البطايه الحلوه بتاعتي الجميله دي، رحت شايله شويه من الورق العنب وهحشيها في قلبي. انا كنت مسويها بنسبه 40-50%، وهنا هحشيها بالورق العنب، وهجيب معلقه من الصلصه، الصوص بتاعي الخطير اللي انا بعتمده في كل انواع الطيور بتاعتي، وحته من الزبده او سمنه، ومعلقه عسل، ورشه ملح، ورشه فلفل، وليمونه. ويا سلام بقى لو حطيتي لايك وصليتي على النبي، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لو انتي مكمله معايا الفيديو. بعد ما نزلت بالزبده والصلصه ومعلقه العسل والملح والفلفل ورشه من الزعتر، الصوص ده بيخليلكوا لون الفراخ وطعمها حاجه تانية خالص. دي رشه من الزعتر زي ما قلت لكم بتفرق جدا في نكهه البط او الفراخ. هروح جايه دهناها كده، ادهن 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 زي ما انتوا شايفين. ايوه الورق العنب هيستوي وهيبقى في منتهى الجمال. ما تقلقيش يا ست الكل، عندي كيس حراري، ما عندكيش كيس حراري صينيه محكمه الغلق بورقه فويل وحطيها. بتاخد معاكي قد ايه؟ بتاخد 40 دقيقه. بصوا البط طالع دايب ازاي، والله العظيم استاهل لايك. يلا اشوفكم فيديو جديد، واتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو، وتقولوا رأيكم في الوصفة النهاردة تستاهل لايك ولا ما تستاهلش.
السلام عليكم.